فساعتها هنا هلعب بريليانت موف، وان انا هلعب الملك بتاعي في الاتش 1. ايه الفكره بتاعت الملك بتاعي في الاتش 1؟ الفكره منها ان انا حطيت الاسود في موقف زجزفانج، بقول له اتفضل العب نقله. تعالوا نشوف ممكن الاسود هنا يعمل ايه. الاسود طبعا البدأ ده مش ممكن يتحرك، يبقى هو عنده الفيل ممكن يحركه وعنده الملك ممكن يتحرك. تخيل ان الفيل ملوش ولا نقله صح في الموقف ده. تعالوا كده نشوف مع بعض. لو الفيل جه هنا او هنا، فساعتها بكل بساطه هقدر اعمل فورك هنا، ونفس الكلام لو جه هنا او هنا، فساعتها انا هعمل فورك في المربعات دي. وطبعا الفيل ما يقدرش يجي في المربع ده عشان البيدق، ومش ممكن يجي برضو هنا او هنا عشان خاطر ان الحصان هيعمل فورك من المربع ده مهدد الفيل وهيروح ياكل الفيل بالحصان. فتخيل ان الفيل ملوش اي مربع ممكن يتحرك فيه، فاجباري ان الاسود لازم يحرك الملك بتاعه. وهنا الاسود اول لما يجي يحرك الملك بتاعه ياكل الحصان، فساعتها انا هزق العسكري النقله الجايه، والعسكري ده بقى وزير اجباري، لان الاسود ما عندوش اي طريقه